السلام عليكم حبيباتي حبابي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بالصحة وب... بالصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم سلطة ديال الرز والخضر. كتجي كما كتلاحظوا كتجي لذيذة بزاف. وهنايا غنحتاج نص زلافة ديال الرز بسمتي، داك الرز طويل، ماشي الرز العادي، حيت داك الرز العادي كيتعجن. هنايا نص زلافه غنغسلها ونقيها مزيان، ونقي الرز مزيان. من بعد غادي نضيف ليه الماء. انا هنايا درت نص زلافه، اذا غادي ندير 2 زلايف ديال الماء ونص. كما كتلاحظوا الزلافه الاولى، الزلافه الثانيه، وهنايا درت نص ديال الزلافه فيت بشويه صافي. وغادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون هنايا كتجي زوينه في الطيب ديال الجزر وحتى في الخضره، حيت عفوا زوينه في الطياب ديال الرز، لانه ما كتخليش ديك الحبيبات ديال الرز يتلصقوا. كيعزل كل حبه كتبقى بوحدها ما كتلصقوش. وضفت شويه د الملحه، حيت الملحه غادي نضيفها مازال في الاخير، بغيت غير تدخل معاه في الطياب صافي. غنحط الطنجره ديالي فوق العافيه جهدت عليها في الاول حتى يغلى الماء، عاد ديك الساعه نقص عليها. وخديت هنايا الخضره. بالنسبه للخضره غادي تستعملوا الخضره اللي كتعجبكم نتوما اللي عندكم. انا خديت غير الخضره اللي متوفره عندي في الدار. خديت هنايا جوج حبات ديال البطاطا وجوج حبات ديال الجزر، او اللي كيقولوا ليه خيزو بالدارجه. وكنقسم هنايا الجزر كنقسمو على 3، من بعد كل طرف كنقسمو على 2، كنقسمو هكا على طريفات صغار باش كيجيو كلهم طريفات متساويين. وبالنسبه للخضره، انا ديك نص زلافه اللي درت ديال الرز كفاتني، هاد الكميه ديال الخضره كفاتني، جاتني هي هذيك. وانتم تضيفوا على حسب الكميه اللي بغيتو ديال الرز والكميه اللي بغيتو ديال الخضره. ومن بعد ما ساليت التقطاع ديال الجزر، درتو هنايا في كاسرونه، وغادي نضيف عليه الماء، تقريبا الماء الكميه اللي غطات ليا داك الجزر. ونضيف عليه كذلك شويه د الملح، قبصه الملح، ومعلقه ديال زيت الزيتون كذلك باش تدخل معاه في الطياب صافي. وغندي نديرو يطيب فوق العافيه كذلك. عافيه في الاول شهدت عليها، من بعد ما غلى الماء نقصت عليه باش يطيب على خاطرو. انايا في الاول كنضيف غير الجزر بوحدو طيب، حيت هو كيكون صعيب في الطياب، تقريبا يطيب واحد 10 دقائق. عاد ديك الساعه نضيف عليه البطاطا واي خضره بغيتوها نتوما. من بعد ضفت مازال الكورجيط. هنايا البطاطا كما كتلاحظوا هكا كقسموه حتى هو على طريفات صغار، يكونوا احجام متساويه. وصافي من بعد ما ساليت القطع ديال البطاطا غادي نديرو هنايا في هاد الاناء تيطيب الجزر. وغنضيف عليه هنايا خديت الكورجيط حتى هي. الكورجيطه هي ساهله الطيب، غنخليها حتى نضيفها مع البطاطا في الاخير. قطعتها حتى هي طريفات صغار يكونوا نفس الحجم صافي. من بعد ما ساليت القطع ديال الكورجيط ضفتو على بطاطا، نغطي عليه هكا حتى تيطيب الجزر. هنا كما كتلاحظوا هو الرز كيطيب نقص عليه العافيه. وكنغطيوه بهذا الشكل، كنخليو البلاصه فين يخرج البخار، ما كنغطيوش كامل حيتاش غيفيض لينا. والجزر حتى هو ها هو من بعد ما طاب غادي نضيف عليه ديك البطاطا والكورجيط، وغنضيف عليه شويه د الماء
صافي وغنخليه يطيب واحد 10 دقايق أخرى بما طابت ليا بما طابوا ليا كاملين. صافي من بعد ما طابت البطاطا وطابت هذاك الروز، المهم من بعد ما طابت الخضرة والروز غادي نصفي الخضرة، نصفيها من داك الماء، ونديرها في شي طبسيل باش تبرد. وغنصفي كذلك الروز حتى هو، ونخليه يقطر مزيان، ونديرو حتى هو ونخليه حتى هو يبرد. اهم حاجه انكم هاك في السلطه تخليو الرز والخضره يبردوا، حيتاش الا خلطوهم وهما سخونين كيتعجنوا. اما الا خليتوهم حتى يبردوا ما صافي ما كيتعجنوش، واخا تحركوهم ما كيتعجنوش. صافي هنايا من بعد ما صفيت الخضره حطيتها في داك الطبسيل نخليها تبرد، ونصفي كذلك الروز واخا كيبان لكم هكا ما فيهش الماء صافي نشف، ولكن ضروري خاصكم تصفيو وكذا كيبقى فيه داك، ضروري كيكون واحد شويه هكا في التحت. غادي نخليه يقطر على خاطرو بما برد. عاد نجي نكمل معكم المراحل. من بعد ما تقطر الروز مزيان وبردت حتى الخضره، نجي نكمل معكم نخلط معكم ونوريكم المكونات الاخرين. عندي هنايا خديت شويه ديال الزيتون خضر، اللي بغى يضيف حتى الزيتون كحل يضيفها. وهنايا شويه ديال المايزينا ديك الحبوب ديال الذره، خديت درت غير شويه ما درتش بواطه كامله. وعندي هنايا الطون، نخلط هاد المكونات. وغادي نضيف الرز والخضره، نخلطهم مزيان. عاد نوريكم المكونات الاخرين. كما كتلاحظوا دابا فاش بردوا، واخا كنخلطهم هكا ما كيتعجنوش. وهنايا غنخلط معكم اخر مكونات اللي كيدور عليهم المسلسل كامل، هما اللي كيعطيو واحد اللذه زوينه للسلطه. عندي هنايا ديك مايزينا مايونيز عفوا مايونيز. خديت ما درتش ديك القرعه كامله، ما بغيتش نكثر حيت كيما لاحظتوا درت غير كميه قليله ما درتش بزاف. درت هنايا 3 المعالق صغار، غنضيف ليه شويه د الملحه، تقريبا قبصه د الملحه. وغنضيف ليه شويه تقريبا معلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه ديال الابزار. صافي غير هاد وزيت العود، زيت الزيتون. صافي غنخلط 2 معالق تقريبا ديال زيت الزيتون. صافي هاد المكونات هما باش غنسم السلطه ديالي. كاين اللي ما كيديرش الكمون، ولكن انا عزيز عليا الكمون. صافي غنخلط هكا، نخلط مزيان، نطربو مزيان تيتخلطوا لي تولي ليا بحال الكريم. صافي ندهن به هكا السلطه ديالي، نخلطها معاهم مزيان تيمزجوا المكونات كاملين. صافي من بعد ما طربت هاد المكونات مزيان حتى ولاو هكا بحال الكريم، غادي نضيفهم على السلطه.
ايوا نخلطهم نخلط كلشي. نخلط مزيان تنشوف بلي كلشي وصلاتو ديك المايونيز المهم ديك الخلطة. من بعد ما خلطتها مزيان. بالنسبة للتقديم قدموا نتوما كيما بغيتو، انا غندير ليه تقديم ديرها غير تقديم عادي بسيط جدا. درتها هنايا في هاد التبصيل ديال الدجاج، وراني طيب ديجا واحد البيضة سلقتها صافي. غنزوقها هكا غير بالبيض وبالزيتون. كما كتلاحظوا قدمتها بحال هكا. وكتجي لذيذه بزاف وبصحه والراحه.